ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. يلا نعمل مع بعض بقى زبادي السحور بمكونات حلوه جدا وسهل جدا جدا، وهيطلع كمان احلى من اللي بره. بصوا متماسك ازاي. انا بحاول ان انا بقلب لكم كده الكوبايات وكده عشان خاطر تشوفوا قد ايه هو متماسك، وكمان كامل الدسم كده وطعمه حلو جدا. ولو كمان عايزه تعملي اي نوع زبادي تاني هقولك ايه الخطوات اللي تعمليها. لو مش عايزاه زبادي بلدي، يعني لو مثلا انت بتحبي الزبادي اليوناني او الزبادي الجهينة المعلبات الحاجات دي، هقولك ايه هي الفرق ما بين الاتنين. لكن انا النهاردة عملته بالزبادي البلدي، وهوريكم كمان كل التكات والحركات. بس يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الحلو بتاعكم، وكمان لو مش مشتركة في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي دعوة حلوة كده في الكومنتات. وبالله عليكم ما تبخلوش باللايك. هو يعني انتوا مش هتخسروا حاجة اللايك دوت، عشان خاطر بس يعلي الفيديو وغيرك يشوفه. يا ريت كمان نخش على المقادير دلوقتي ويلا بينا. عندي بقى هنا دلوقتي كيلو من الحليب الجاموسي اللي هو كامل الدسم. عندك لبن جهينة ينفع، عندك لبن بخيره ينفع، عندك اي نوع لبن ينفع، مش شرط اللبن اللي هو السايب يعني. وغليته كده وسبته لغايه لما برد بقى، يعني ان انا احط ايدي فيه استحمل السخونيه بتاعته. تمام. خدت الوش بتاع اللبن زي ما انتوا شفتوا، ومعاه شويه من اللبن كده، وكمان المكون التاني اللي معانا وهو علبه من الزبادي. وهي دي بس المكونات اللي معانا النهارده، مش هنحتاج مكونات كتير. انت محتاجه معلقتين من الزبادي، فانا العلبه اللي انا جايباها الصغيره دي عباره عن معلقتين. تمام. العلبه دي انا جايباها بكام؟ العلبه دي انا جايباها ب3 جنيه ونص بتهالي، او ب4 جنيه. فطبعا لما تعمليه في البيت، ولو عندك علب الزبادي دي هتعملي كميه اكبر من اللي احنا هنعملها، عشان طبعا هي مش بتاخد حليب كتير. وكمان هتوفر معاكي جدا. حطيت 4 معالق من السكر كده عشان خاطر اللي مش حابب ان هو يزود سكر وياكلها زي ما هي كده، ياكلها على طول من غير ما يزودها سكر ولا اي حاجه. عندك عسل نحل، تقدري تضيفي عسل نحل بدال السكر. مش حابه تضيفي سكر بلاش منه يا ست البنات. هندوبه كله كده زي ما انتوا شايفين بالمضرب حلو قوي، عشان خاطر الوش بتاع اللبن مع الزبادي هيعمل تكتلات كده، وهوريها لكم بعد كده زي ما انتوا ايه هتشوفوا. بصي بقى، عايزه الزبادي بتاعك يوناني، هتجيبي علبه الزبادي اللي هتبتدي تعملي بيها اللبن، هتجيبي زبادي اللي هو اليوناني. تحبي الزبادي اللي هو الجهينة والمراعي والشركات، هتجيبي اي نوع انت بتحبيه هتعملي بيه بدال علبة الزبادي البلدي اللي انا حطيتها. هيطلع معاكي طعم الزبادي اللي انت بتحطيه. احنا بنستخدم الزبادي يا بنات عشان خاطر هو الخميرة بتاعت اللبن، وعشان خاطر كمان كل اللبن يطلع بنفس طعم الزبادي اللي احنا بنستخدمه. والتركات التانية كمان، لما تيجي تروحي تجيبي علبة زبادي، لو هتجيبي زبادي بلدي يعني، تجيبي علبة الزبادي اللي بتكون بايتة عند الراجل، يعني مش لسه جايبها مثلا من المعمل بتاع الزبادي والحاجات دي. ما تجيبيش اللي هي لسه طازة، هاتي اللي هي بتبقى بايته مثلا قبل منها بيوم، لان دي بتكون خلاص الخميره بتاعت الزبادي بتاعتها تمام وكويسه ومش طازه. لكن الطازه هتخلي اللبن بتاعك يعمل وش كده من الميه، لان هي هتكون لسه ما خمرتش الخمر بتاعها الكامل. تمام. دلوقتي انا صفيت اللبن ووريتكم كده البواقي اللي انتوا شفتوها في الفيديو اللي نزلت دي، صفيته مره واتنين كده. وبعد كده هبتدي ان انا اقلبه بالمضرب حلو جدا. ليه بتقلبيه؟ انا بقلبه جامد عشان خاطر يعمل رغاوي على وش اللبن كده. الرغاوي دي هي اللي بتعمل طبقة القشطة اللي بتكون موجودة على علب الزبادي او كوباية الزبادي. طبعا هما بيشيلوا اي قشطة والوش بتاع الحليب من في الاماكن يعني اللي بيعملوا فيها الزبادي. لكن احنا النهارده ما شلناش منه قشطة، احنا مستخدمينه بخيره يعني. فهتطلع معاكي زبادي كريمي ودسمة وحلوة جدا. طبعا تقدري تستخدميها في الوصفات بتاعه المشويات بتاعه التتبيلات، تقدري تستخدميها بتبقى حلوة جدا للأطفال. لو حابة ان انت تعمليها بالفراولة او بأي نكهة تانية من زي الزبادي الشركات، هتحط لها بس معلقة واحدة من جيلي. يعني مثلا لو هتعمليها بالفراولة هتجيبي باكت جيلي اللي هو الدريم دوت، هتاخدي منه معلقة واحدة او معلقتين، هتدوبيهم في كمية اللبن اللي معاكي وهتفضيها بنفس الطريقة بالظبط. تمام. كده انا عبيت الكوبايات بتاعتي والبولات بتاعتي. طبعا زي ما قلت لكم، لو عندك علب زبادي هتعبي معاكي علب اكتر من الكمية دي.
هجيب بقى دلوقتي ميه سخنه، يعني ميه مغليه، وهبتدي احط في قالب الزبادي اللي انا رصه فيه الكوبايات دوت. ما تزوديش بقى. هقولك كمان على حاجه تانية، لو انت كنت وانت بتعملي الزبادي بتحطي استرتش او غطا حله دوت، بيعمل ميه على وش اللبن. ليه؟ بسبب البخار اللي بيطلع من الميه المغليه اللي احنا حاطينها. فاحنا هنعمل ايه؟ متحطيش ولا استرتش ولا غطا حله، عشان خاطر البخار بتاع الميه ما يعملش معاكي ميه على وش الزبادي. هتغطيه بفوطه بس لغايه لما يستوي. هكون مدفيه الفرن بتاعي وادخله ونشوفه بعد ما يطلع من الفرن. كده يا بنات الزبادي بتاعي بعد خمس ست ساعات كده كنت مدفيه الفرن زي ما قلت لكم، وحطيت فيه الصينيه، مدفياه وطفياه، وحطيت فيه الصينيه وغطيتها وسبته كده متغطي بالفوطه. وزي ما انتوا شايفين كده الزبادي بتاعنا شكله جميل ازاي، وقد ايه هو متماسك ومفيهوش ولا نقطه ميه. طبعا زي ما قلت لكم بسبب ان الفوطه بتشرب بخار الميه اللي بيطلع من الميه، لكن لو حطيتي استرتش او غطا حله او اي حاجه هيعمل بخار ميه وهينقط كده جوه علب الزبادي. دلوقتي بعد ما الزبادي تماسكت جامد هتقدري ان انت تقفلي عليها باسترتش، يعني بتغطي وشها باسترتش وبتحطيها في التلاجة لحد ما تيجي تستخدميها. في نفس الوقت ما بتلقطش ريحة من التلاجة لو في اي اكل في التلاجة، وفي نفس الوقت كمان ما بتعملش طبقة مية على وش الزبادي. بصوا الزبادي متماسك ازاي وكريمي جدا وشكله كمان، وكان طعمه تحفة جدا يا بنات. هوريكم دلوقتي هشوفوا كده ايه بالمعلقه كده، هنشوفوا واحده ونشوف قد ايه هو كريمي كده ومتماسك جدا وحلو جدا. بصوا ده الشكل بتاعه. طبعا انا بوريهولكوا تاني يوم، يعني انا سبته كنت عاملاه بالليل قبل السحور، وسبته لتاني يوم الصبح طلعته من الفرن ووريتهولكوا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامه.